السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى متابعين بكل المجرة. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. واليوم مطر مثل العادة، سبحان بيغير وما بتغير مع أن الجو عنا صيف. اليوم عندي تلقيح بنتي، بدي أخدها على المستوصف، صار وقت لقاحة. أخرتها 4-5 أيام لأني كنت مرضانة. متابعيني الأعزاء لا تواخذوني إذا بتأخر بالتصوير وتنزيل الفيديوهات، والله مرضاني كتير ودخلت المشفى وهيك تعبت شوي. الحمد لله صرت أحسن بفضل الله. هلأ أنا لازم أخذ بنتي على المستوصف شن يعني ألقحها، لأني تأخرت كتير بلقاحها، ومنه شوي تطلع تغير جو، لأنه كتير كمان بنتي تعبت. يعني سبحان الله، الطفل بحس بأمه. وبنفس الوقت دقت لي الجارة قالت لي لقحي بنتك وتعي لعندي اشربي كاسة شاي. هي جارتي بالبيت القديم على ما أظن قلتلكن عليه. وبهالوقت بدي لكم شغلة متابعين الأعزاء، في كتير صبايا بيقولولي شلون بينزل وزنك وعم تاكلي. هلا أهم شي تحسبوا السعرات الحرارية. أنا ماني حارمة حالي كل شي، بنفس الوقت ما باكل كل شي بأحجام أو بكميات كبيرة. وأهم شي ساعة مشي على الريق، تمشي ساعة مشي على الريق، يا أما برا البيت يا أما جوا البيت، والله بتنحفوا شو ما كنتوا عم تاكلوا. هلا أنا الحمد لله نحفانة تقريبا 9 كيليات و200 جرام. هلا وصلت عند الجارة، طبعا بعد ما لقحت بنتي طلعت من اللقاح المستوصف ودخلت عند جارتي. طبعا بركت شي ساعة ما طولت، وطلعت من عندها طعميت قطط الجيران. ما بنسى يعني سبحان الله، وهون في قطة عمية سلامة قلبها طعميتهم هون. أهم شي حس حالي راحة نفسية لما بطعمي قطط، سبحان الله. طبعا عديت على السوق، جبت عدة أغراض للبيت، كتير لازمني أغراض. ايوه حطيت حطيت عفوا أكل لقطتي هي قدام البيت. أنا خطي جوعانة كتير والدنيا شوب سبحان الله، يعني من الصبح للمساء، يعني خلال ساعة بفرق الجو عنا. ومثل ما عم تشوفوا هون أكياس حيطتن مليان أغراض. الحمد لله جبت كل شي لازمني للبيت، لأن قطعت فترة ما قدرت أنزل لأني مرضانة. جبت فروج، فخاد دبابيس، خبز، بندورة، شيبس، كريمة طبخ، خيار، بصل، وفروج ولحمة وسكر. يعني البيت فاضي تقريبا، كل شي فاضي عندي تقريبا. الحمد لله على كل حال. وأهم شي الخل، أنا باخده ب3 لتر وبخلص عندي. صدقوا صبايا كأني نسيان أكياس بالشارع ما بعرف، في جيبي كتير أغراض، بس ضعت ونسيت شو جبت قد ما جبت. وجبت شوكولا داكنة أو شوكولا سودا يعني بدون سكر، كتير بحبها. ورز، على فكرة الرز عليه عروض بالآيزوير والبيم. وفروج ومخلل طبعا ما لا غنى عنه. وخبز تركي كمان، جبت 5 كيلو طحين. وجبت عدة أغراض، هلا أشوف وين متفقدن لأني مو هدول بس، جبت كمان طلعت نسيانتن برا بالعربانة. هون حاولت أفضي قدر الإمكان الطاولة، الأغراض بتفضوا فضيتن وهم. وهنا عم بتكمل بقية الأكياس شو جايبة بالضبط. جبت ذرة، وجبت كمان طبعا بجيب فروج بكميات كبيرة لأني كتير بنستخدم نحن الفروج بالأكل. وجبت كمان سميد، كمان كريمة طبخ كتير بستخدمها بالأكل، بحبها كتير يعني، وخاصة حتى مع أكلات اللبن كتير. وجبت لحمة، هلا اللحمة بوصي عليها توصاية عند جماعة بحطوا لي اياها عندهم، بعدين باخدها يعني من لحام مؤكد لحمة غنم كويسة. وطبعا معكرونات ما بنستغني عنها. والصودا، الاتراك عشقوا الصودا، هي يعني بيشربوها مثل المي عندهم. والمعكرونة بكل انواعها، وهي محارم تمسيح المطبخ والشبسات. وهذا بيجي مثل تقريبا مسحوق تنظيف الملابس، بس فيه عطر كتير ريحته طيبة، بستخدمه لكل ملابسي. وهذا حليب لبنتي طبعا، اهم شي حليب لبنتي. الحمد لله بنتي صار عمرها تقريبا 6 شهور، ألف الحمد لله، العمر كله إن شاء الله يا بنوتي. وجبت زبيب لأن أحب أعمل كيك بالزبيب، نزلكم الوصفة. وهذا حلاوة أو راحة تركية. وطبعا برغل ومي وعدة شغلات لهالبيت. هذا هو اللي قلتلكن عليه، هو معطر وسائل تنظيف، كتير ريحته بتجنن. على فكرة غسلوا ثيابكم فيه، بضل أسبوع 10 أيام ما بتطلع الريحة أبدا يعني. وهي جبنة جبت عليه عرض، هيدي أنا بقسمها بقطعها لحتى لما تلزمني ما أطالع اللوح كله. بستخدمها للبيتزا، للمعكرونة بشاميل، للمعجنات، للبرك.
وهالوقت أنا كتير تعبت، عملت كاسة متة قلت بشربها برواق وبهدوء لأني راسي فتل كتير عم بتعب صايرة هالفترة. وهون عندي حمص مجمد بسلقه وبطحنه نص طحنة وبحطه بالثلاجة، بطالع أكياس أكياس يعني بخزنه. هون حطيته بالمكسر وحطيته طحينة، طبعا هي الطحينة جبتها كمان ما صورتها كل شي، على فكرة كل شي مشترياتي ما صورتهم. هون عملت حمص بطحينة. اليوم ما رح أطبخ طبخة كتير كبيرة، بس يعني شي من قريبه، يعني تمشيت حال لأنه اليوم كتير تعبانة ويعني وقتي مضغوط. الحمد لله على كل حال. وبنتي كمان سخنانة. عملت كمان فول بطحينة مع المخللات المعروفة والخضرته. كمان عملت كبة نية بحبها، هي كبة بعدس، بس نية بنسميها، بس كبة بعدس. وهم كمان هي عشقي وغرامي كتير حبيتها. وبهالوقت أنا كنت عملت الكيك بالفرن. شوفوا كيك بالشوكولا كتير طيب. حطيت له هدول اللوحين الشوكولا جبتهم. كمان إن شاء الله شي نهار بس يعني بسجلكم الوصفة وبنزلكم إياها. وهي كمان الحواضر أكيد اللي بتعرفوها، بيض، زبدة، مربيات، زعتر، الخضرة، الزيتون، أكيد لأنه جاي عمي يتعشى عندي، وبجوز حدا يجي معه من قرايبين جوزي يتعشوا يعني بهالوقت. يعني هذا الشي اللي عملته حاليا، ما قدرت أكتر من هيك يعني أطبخ بصراحة لأني كتير تعبت. ما بعرف شو سبب تعبي، نقص فيتامينات، إيش صاير معي ما بعرف. عملت تحاليل كلها بس قالوا لي سليمة، بس عم بيجيني تعب وإرهاق كتير شديد. بهالوقت يا صباحي شوفت عينكم، يعني ما بحرم حالي شي، أهم شي تحسبوا السعرات الحرارية. والله لا الأكل بيسمن ولا الشي، أهم شي يكون أكلك ضمن العقل، يعني ما تاكلي حتى تجوعي، وإن جعتي أكلتي بس ما تشبعي، يعني أكلك يكون ضمن العقل والمنطق. هون طبعا اجا ابن عمو لجوزي وقرايبين جوزي، طبعا طلعنا عندهم سيارة، طلعنا شوي على الكافتيريا، غيرنا جو. انه جوزي شافني كتير تعبانة، بصراحة خجلت اصور السفرة قبل الاكل، ما بعرف لساتني بخجل اخد صور. هلا نحن طلعنا على منطقة بحر وكتير هوا، كتير بعيدة عن المنطقة الساكنة فيها، كتير برد منيح. هون جايبته لابسة هذا الكاب، عطتني اياه اتدفى شوي. وهون أنا طبعا طلبت قهوة وهذا الكيك كتير طيب، وتشيز كيك مع كيك بنفس الوقت. وهون كنت عاجنة عجينة البيتزا، نسيت أصورها كمان لأنه عن جد اليوم كنت كتير مضغوطة، يا دوبا لحقت أصور هاللقطات هون. وهلا فرجيكم نتيجة البيتزا. طبعا عملت جنبها صحن بطاطا مع مخللات. صبايا انتو أهم شي تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لأقدر كمي يعني تصوير يومياتي. هالوقت بعت سكبة لجارتي، طبعا البيتزا بتحبها كتير هي وولادها، وردت لي السكبة بصحن عاشوراء على روح سيدنا الحسين عليه ألف الصلاة والسلام عليه. هلأ صار لازم وداكم، تصبحوا على ألف خير حبايب قلبي.